النهارده هتكلم معاكم عن اختراع حلو جدا انا اشتريته اونلاين، يعني للناس اللي عندهم ازعاج دايما، مثلا عايشين في منطقة زحمة جدا، دوشة جدا، ما بيعرفوش يناموا. عندهم مثلا عايشين على شارع رئيسي، فالموضوع دوشة جدا ونومهم خفيف. يعني الناس اللي نومها خفيف هم اللي ليهم الفيديو ده. الناس اللي نومها تقيل يا بختهم وما لهمش الفيديو ده، وتفضلوا اقفلوا الفيديو لانه مش هتستفيدوا حاجة. فبصراحة الاختراع ده يا جماعة تحفة، بما اني انا للأسف من الناس اللي نومها خفيف بشكل رهيب رهيب. لا تتخيلوا قد ايه انا نومي خفيف. خلاص، فطبعا اي ازعاج بالنسبة لي بقلق، ولما بقلق مش بعرف ان انا ارجع انام تاني خالص تقريبا. مش بقى شوية وبرجع، لا خلاص بقى كده. فده للناس اللي نومها خفيف، اللي مثلا عندهم مثلا اطفال في البيت، طفل صغير في البيت، مش البيبي يعني بتاعها هي، يعني مثلا ايه، اختها مثلا وهي عايشه في بيت اهلها، اختها جابت البيبي وجات بقى عندهم مثلا، فهي مش بتعرف تنام، البيبي بيزن واختها بتبقى صاحيه مثلا، بتعمل لهم ازعاج. للحالات اللي زي دي بينفع. ففي الاوضه بتاعتك هتعملي كده، هقول لكم بقى ايه. لو مثلا زي ما قلت لكم حكايه الشارع الرئيسي، حكايه انه المكان نفسه زحمه ودوشه، عايزه تنامي في توقيت مثلا والناس صاحيه، عندكم ناس كتير في البيت، وصدفه ان انت عايزه تنامي راجعه من الشغل، مش عارف ايه حاجات كتير جدا جدا. الاختراع ده يجنن. وهو يا جماعه ده ايه ده، هقول لكم. ممكن تكون في ناس عارفينه، وممكن طبعا ناس تكون ما تعرفوش. فانا حابه ان انا اقول لكم عليه، واقول لكم ان انتوا تقدروا تشتروه من على نون او جوميا او امازون. بصوا بقى، هو عباره عن كده، بتبقى علبه كده فيها حلوه كده، بتبقى محكمه الغلق، ماشي. فده حلو قوي، عشان طبعا لو برضو حد مسافر او حاجه، اقدر ان انا اخدها معايا عادي جدا، جميله صغيره. بصوا بقى الفكره فيها في ايه، ان هي كده بتتحط في منطقة الأذن، يعني بتتحط كده، وبتبتدي ان هي ما تسمعوش بقى دوشة. بنسبة قد ايه، وهعمل لكم ريفيو عن المنتج اللي انا اشتريته ده. هقول لكم بنسبة قد ايه بيعمل الصوت. بنسبة مثلا 80%. هتقولي طب ما كده برضو الصوت مش، انتوا متخيلين 80%؟ يعني اصلا انا مش بسمع صوت خلاص. يعني خلاص فاهمين. 20% دي بقى ايه؟ لو هي اتحركت سنة، وليها طريقة ان احنا بنستخدمها بيها، وهقول لكم على شوية تكنيكس كده. هي اصلا سهلة جدا، بس خلوا بالكم وانتوا بتشتروا تجيبوا النوع اللي هو زي ده، اللي هو بيكون اسمه يعني هي سدادات اذن عادي جدا، بس بتكون سيليكون زي دي. في بيبقى سفنج وكده، لكن دول اصلا مش حلوين. بتجيبوا اللي هي السيليكون دي. بصوا اهي، ده شكلها. بتبقى ايه، سيليكون كده. وعادي السلك ده يا جماعه بيضايقش في حاجه خالص، عشان انا في الاول كنت بقول ايه السلك ده، وفي حد هينام كده وسلك ومش عارف ايه. اصلا خفيفه، ريشه، بصوا ريشه يعني هي اصلا، فما بتضايقش باي شكل من الاشكال. اهي، ده سيليكون. فالسيليكون ده الفكره فيه انه معقم اكتر، نظيف اكتر، بقدر ان انا اغسله. وطبعا دي بتبقى استخدام شخصي، وهو بيجي كده بيبقوا 6 مع بعض، او بيبقى ده لوحده على حسب انتوا طالبين ايه. او بيبقوا 6 مع بعض، على يعني مثلا ايه، لو كذا حد بقى في البيت عايز وكده، او لو مثلا مع الوقت اتقطعت بسرعة او باظت او كده، او حتى لو اتقطعت متهيألي ملهاش علاقة، يعني السلك ده ممكن اصلا تقصوه. انا بالنسبة لي عادي، لان دي بتبقى طالعة حتة كده، فعادي ان انا بقدر اشيلها. مش ان هي مثلا هو الهدف ان السلك عشان تعرفوا تشيلوا منه اللي هي السدادة يعني. خلاص. طيب بصوا بقى، بنبتدي ان احنا نستخدمها. شايفين هي ليها 3 كده. السيليكون بتتغسل زي ما قلت لكم، بلاش السفنج. بيترش عليها كحول، وبتتعمل عادي باللي هو بتاع الودان، القطن بتاع الودان ده. حلوة ان هي ده بيدخل بيفتح بقى كده جوه. طبعا هتقولوا لي يا جماعه دي مش خطر على طبلة الاذن وعلى الكلام ده كله. انا في الاول قلقت بصراحه وقلت ممكن، فالاول عملت سيرش كويس جدا عشان اعرف. لقيت انه دي طولها 1.18. طول طبلة الاذن من بره لغايه طبلة الاذن 2.5.
فاصلا دي لو دخلناها اصلا حتى كلها اتليست برضو بعيدة عن طبلة الاذن خالص. خلاص، فآمنة جدا، مفيش اي مشكلة منها. لازم بس تخلوا بالكم ان انتوا ما تشيلوهاش بعنف، يعني انتوا تيجوا يعني مثلا استخدمتوها ما ينفعش تروحوا شدينها مره واحده، يعني برضو بتطلعوها بهدوء كده تلاقوها ان هي ايه طلعت عادي خالص، مفيش اي مشكله. كمان وهي بقى وانتوا بتستخدموها اساسا وانتوا بتحطوها في ودانكم، بتحاولوا ان انتوا تقفلوا كده من هنا، يعني بصوا تحاولوا تقفلوا كده دول تضموهم على بعض وتبداوا ان انتوا تحطوها كده. انا بقعد ايه الف 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 لحد ما احس ان هي خلاص دخلت دي جوه وسبتت بقى واتفتحت كده. يعني هي بتبقى مضمومه كده في الاول عشان بتبقى الودان طبعا رفيعه، فهمتوا؟ فبتدخل الطبقه الاولى دي زي كده بتثبت في مكانها، وبعد كده التانية، وبعدين ممكن لغايه التانية على حسب حجم الاذن مختلف من حد لحد، ممكن لغايه التالتة عادي خالص. طب هتقولي دي مش بتضايق في النوم؟ مش بتضايق لان هي سيليكون. انا في الاول قلت ايه ده برضو، بعد كده بجد انا جربتها واستنيت اجربها الاول قبل ما اطلع اعمل فيديو عنها واقول لكم الافكار دي. مش بتضايق خالص باي شكل من الاشكال يا جماعه، بجد بجد والله العظيم انقذتني. دي كانت بجد لا يعني اختراعات حلوه. وهو اصلا يعني انا ما كنتش بصراحه الموضوع ده مهتمه بيه قبل كده، وممكن تكون ناس كتير عارفاه، بس انا بالنسبه لي معرفش، ممكن يكون في ناس زي كده برضو لسه مكتشفين الاكتشاف الفظيع ده. وحكايه انه القلق دي كده لما حد صوت يعني بس فطبعا لازم تشتروها لو انتوا نومكم خفيف. سعرها بسيط جدا، تقريبا كانت ب140 حاجه كده، يعني كلام فارغ يعني. زي ما قلت لكم اصلا كانوا 6 مع بعض فطبعا حلو يعني، اصلا الواحده عامله برضو كلام فارغ. بس كده ما فيهاش يعني تفاصيل تاني حابه ان انا اقولها. انا بحب اخلي السلك كده ورا، يعني بلاش تخلوه ان هو يبقى على الرقبه من قدام، فهمتوا؟ يعني بخليه كده وابتدي ان انا ايه اظبطها كده والفها زي ما قلت لكم. مهم ان انتوا تلفوها، ما تقعدوش تضغطوا قوي، يعني اضغطوا سنه خفيف ولفوها لفوها لفوها لغايه لما تحسوا ان هي فعلا دخلت كويس جدا في مكانها. وايه علشان ما تقعدش طبعا تتفك منكم اثناء النوم وكده، وهي ما بيحصلش يعني كده. بس طبعا ايه بصراحه حبيت ان نتكلم في الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا اتسليتوا، تكونوا يعني استفدتوا كمان بالمعلومه دي. وبس يا حلوين، اكتبوا لي رايكم، اكتبوا لي طبعا حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا هنزلها. وكمان روحوا تابعوني على مواقع السوشيال ميديا، هتلاقوا كل اللينكات في الديسكريبشن بوكس. وتعالوا على انستجرام علشان عايزين ان احنا نكبره ونشغله شويه زي الشانل هنا، وعلى كمان البيج بتاعت الفيسبوك وعلى التيك توك. بس يا حلوين استنوني في فيديوهات جايه، واكتبوا رايكم زي ما قلت لكم. والافكار مهمه جدا لان انا باخد معظم الافكار بتاعت الفيديوهات من التعليقات ومن الرسائل كمان اللي بتجيلي على انستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، باي باي.